والله بعودة يا زمالك وبعودة حرقة الدم. الزمالك والاسماعيلي والتعادل السلبي في مباراة المنافسة على الهبوط. وليه المنافسة على الهبوط؟ لأن الزمالك في المركز ال 12 والاسماعيلي في المركز ال 14. يعني تخيل جه اليوم اللي تتفرج على مباراة زمالك واسماعيلي والاتنين بينافسوا على الهبوط، والاتنين عاوزين يهربوا من شبح الهبوط. لكن في أولى مباريات الزمالك بعد العودة من التوقف وتحت قيادة فنية برتغالية بصفقات جديدة نشوف مباراة بريحة اللعب في الغيط. ملعب ارضيته سيئه جدا، لكن بعيد عن ارضيته سيئه جدا كده كده اداء لعيبه الزمالك النهارده مش اللي هو ولا هو المقنع. مش هنحكم فنيا على المدرب غير بس ليه عبد الله السعيد ما لعبش النهارده. ولكن لا انا اسف افتكرت عبد الله السعيد لعب النهارده، بس احنا ما شفناهوش خالص. حتى يا اخي في الفاولات او الركنيات اللي عبد الله السعيد متميز فيها تلاقي اول ما يجي فاول يستخبى ويجري. ولكن برده مش عاوز اظلمه، يمكن زيزو بيتقمص وعاوز هو يعمل كل حاجه، يلعب فاول يلعب ركنيات يلعب حتى لو هيقف جون ممكن عادي زيزو يروح يقف جون. ليه؟ لان ده كابتن زيزو يا زيزو اللي فاكر نفسه هو اللي بيعرف يعمل كل حاجه، ولكن ما بيعرفش يعمل اي حاجه غير ان ياخد الكرة ويحط وشه في الارض ويرزعها قدامه ويجري وراها زي الحصان. ولكن في النهايه تعادل سلبي ما بين فرقتين بينافسوا على الهبوط. الفتره الجايه اكون او لا اكون، لان اي تعثرات الفتره الجايه هنلاقي نفسنا بنلعب مع مجموعه بحر. كفايه عظمه لحد كده.